لو بتاخد التروكسين أو تعرف حد بياخده، الشرح ده مهم جدا، هنقول لك كل حاجة عنه. طب ايه هو التروكسين ده بالظبط وازاي بيشتغل جوه الجسم؟ يلا بينا نعرف. لو صحتك تهمك اعمل لايك وتابعنا عشان يوصلك كل جديد ومفيد. هنبدأ من هو ايه، ليه بنحتاجه، بيشتغل ازاي، وجرعاته، وكمان تحذيرات مهمة جدا. التروكسين ده ببساطة بديل صناعي لهرمون الغدة الدرقية، بيعالج قصور الغدة. الغدة الدرقية دي هي مايسترو الطاقة في الجسم. طب ايه اللي بيحصل لما انتاجها يقل؟ بيظهر تعب وزيادة وزن وخمول، والتيروكسين دوره انه يعوض النقص ده ويرجع التوازن. طيب يشتغل ازاي؟ المادة الفعالة بتاعته اللي هي ليفوتيروكسين بتبقى نسخة طبق الأصل من الهرمون الطبيعي. الجسم بياخد هرمون التي 4 ده ويحوله للشكل النشط تي 3 اللي بيعلي الحرق في كل حتة. يعني مش بس لقصور الغدة، لا، ده كمان بعد استئصالها أو للتحكم في الهرمونات. أهم حاجة الجرعة دي بتختلف من شخص للتاني، الدكتور بس اللي بيحددها. وعشان الجسم يستفيد بيه صح لازم يتاخد على معدة فاضية قبل الفطار بنص ساعة. وتحذير مهم، اوعى تغير الجرعة أو توقف الدواء من نفسك، لازم دكتور. طب لو ظهرت أعراض جانبية، دي غالبا بتكون علامة إن الجرعة محتاجة تتظبط، زي مثلا خفقان في القلب، عصبية، أرق، أو فقدان وزن سريع ومش مبرر. ما تقلقش، مجرد ما الدكتور يظبط الجرعة الأعراض دي غالبا بتروح خالص. وخد بالك في أكلات بتأثر على امتصاصه ولازم تتابع بالتحاليل باستمرار. نقطة تانية خطيرة جدا، التروكسين مش دواء تخسيس، استخدامه لكده خطر ومؤذي. في تحذير رسمي نزل في مصر عن وجود عبوات مغشوشة من التروكسين في السوق. عشان كده لازم تتأكد انك بتشتريه من صيدلية كبيرة وموثوقة، أمانك أهم. الخلاصة، التروكسين بيعوض هرمون ناقص، جرعته لازم يحددها دكتور وممنوع للتخسيس. لو الشرح ده كان مفيد اعمل لايك وشير عشان المعلومة توصل لغيرك. تحبوا المرة الجاية نشرح ازاي تقروا نتيجة تحليل TSH؟ اكتبوا لنا في التعليقات.